السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة أخرى من سلسلة شهيوات الريحانة كمال. نقدم لكم اليوم متتبعي الأوفياء خبزة معمرة كتجي لذيذة وسهلة في التحضير. بسم الله على بركة الله. نبداو في استعراض المقادير. أول شيء غادي نحضروا العجين ديالنا اللي هو عجين عادي جدا. خديت 250 غرام ديال دقيق القمح الفينو اللي هي 4 مع نفس القياس 250 غرام ديال الفورس كيكونوا بجوج بهم مغربلين، ملعقة كبيرة غير مملوءة من خميرة الخبز إما هذه الجافة أو الطرية حسب المتوفر، ملعقة كبيرة ديال السكر سنيدة غير باش كتساعد لينا هاد العجين كيتحمر بما أني غادي نطيبها في الفران، مع ملعقة صغيرة غير مملوءة من الملح وكتبقى بحسب الذوق ديالكم، ملعقة كبيرة من زيت نباتي أو زيت الزيتون حسب المتوفر وحسب الرغبة اللي استعملته هو هذاك، ماء دافئ لجمع العجين. أنا غادي نعجنها في العجانة، ممكن تستعملوا غير اليد فقط. غادي نعجنها وندلكها شوية. كنحصلوا على هاد القوام، كتكون عجينة اللي لينة يعني مرخوفة، كنبقاو نعجنوها بالماء وكندلكوها. كنحصلوا على هاد القوام، نغطيها ونخليها كتخمر بما حضرنا الحشوة عندي فيها بالنسبة للتوابل خديت سكينجبير والابزار والكمون والتحميرة، ممكن تضيفوا صلصة حارة. عندي هنايا الكفتة اللي هي اللحم مفروم ما يعادل تقريبا 200 غرام، ممكن تستعملوا الكفتة ديال الدجاج او الطون لكم حرية الاختيار. انا هنا استعملت فيها المعدنوس. عندي جوج ديال البصلات متوسطين مقطعين مع الملح بحسب الذوق والقليل من الزيت فاش غادي نشحروا هذيك البصله ديالنا. اول شيء كنشحروا البصله، عاد كنضيفوا المكونات الاخرى اللي هي الكفته والتوابل. كنوضع المقلاة فوق نار متوسطة مع التحريك المتواصل حتى كتشحر لي هذيك البصله. كنضيف الكفته اللي انا مستعمله فيها من قبل المعدنوس، كنحلوها مزيان. عاد كنضيفوا التوابل، ممكن تستعملوا هنايا الصوص حاره وتضيفوا كذلك شويه ديال الزعتر او اعشاب منسمه لكم حريه الاختيار. بعد ما كيخمر ليا العجين، الوقت اللي حضرت فيه الحشوه كنخلي العجين كيخمر، كيتضاعف الحجم ديالو كما لاحظتوا معايا. كنزلو في سطح العمل، غادي نخرج منه الهواء. كنحصلوا على عجينه اللي كتكون رطبه ومرخوفه. هذه هي الطريقه باش كنخرجوا الهواء. يعني كاين اخوات مبتدئات اللي ما كيعرفوش هذا المصطلح، كنديو العجينه وكنجيبوها بهذا كيخرج منها هذاك الهواء اللي تكون فيها. هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. انا هنايا خديت شويه ديال السميده رقيقه، ممكن تستعملوا غير الفينو او دقيق القمح الكامل. غادي نقسم العجين ديالي لقسمين متساويين، كل قسم كنشكلو على شكل كره بالاستعانه بهذيك السميده او دقيق القمح حسب اشنو بغيتو اللي تستعملوا نتومايا، ماشي ضروري السميده. كنوضع الكره الاولى، غادي نبسطها غير باليد ديالي، ما نستعملش الدلاك نهائيا. كنبسط الكره الاولى وكذلك الكره الثانيه. كنحصلوا على جوج ديال الكريات مبسطين. خديت صينيه ديال الفرن دهنتها بشويه ديال الزيت ورشيتها بهذيك السميده. غادي نوضع القسم الاول من العجين ديالي في الصفيحه ديال الفرن، غادي نبسطها شويه. عاد كنوضعوا الحشوه اللي كنضيف ليها جبن احمر مفروم. هاد الفكره ديال هاد الخبزه هادي كيجي بحال الخبز المدفون او الخبزه المدفونه، غير المدفونه ما كتكونش الحشوه طيبه، كيكون اللحم مقطع طريفات صغار بزاف، ما كتكونش الحشوه طيبه. انا هنا استعملتها بما ان الجو بارد، يعني هادشي اللي كيصلح هذا. خديت هنايا بيض ديال السمان حسب المتوفر عندي، ممكن تستعملوا غير البيض العادي. كتسلقوه وكتقطعوه دوائر، كتحطوه فوق الحشوه ديالكم. كتاخذوا القسم الثاني من العجين تحطوه فوق الحشوه، تحاولوا تنزلوا شويه العجين الجوانب بحال كتلمطوا هذيك العجينه التحتانيه باش ما الوقت الطهي ديالها ما كتحلش لكم. كنزلوا وكنغلف العجين ديالي. هنا كنبسط بيدي وكنخرج الهواء، ها كنخرج هذاك الهواء اللي فيها الوسط باش وقت الطهي ديالها ما كديرش لينا هذوك الفقاعات في الداخل. كما لاحظتوا كنمرر العجين كله على الجوانب وغنهز هذيك العجينه التحتانيه. يعني ضروري ما تفرشوا الورق ولا تدهنوها باش ما كتلصقش لكم العجينه.
كنزيد كنبسطها مزيان كما كتلاحظوا معايا. غادي نرققها هنايا بين قوسين. الا كانت ما خمراش لكم وكان الجو بارد بزاف، ضروري تغطيوها وتخليوها كتخمر واحد ربع ساعه. مهم بحال الخبز العادي اللي كنطيبو اليومي، كتخليوها كتخمر. انا هنايا عندي خامره خمرات بزاف في المرحله الاولى، والعجينه مرخوفه بزاف. يعني الوقت اللي غادي نكملها غادي نكون شعلت الفران، فرن كيكون في الاول ساخن، غادي نسخنوه واحد 5 دقائق ولا 8 دقائق قبل. هنا كما لاحظتوا كنثقبها بالفورشيت وغادي ندخلها الفران اللي كيكون ساخن من قبل. بمجرد ما كندخلها كنخليها على 180. عندي النار من اسفل فقط، عندي فرن الغاز بمروحه كيحمر ليا من التحت ومن الفوق، ما كيحتاجش انني نشعل الفوق نهائيا. هذا هو الشكل ديالها بعد ما طابت. لاحظوا معايا هنا مازال سخونه، كما خرجت غطيتها خليتها هنايا واحد 5 دقائق. لاحظوا معايا كلها كتجي محمره لون ذهبي، شهيه، كتجي ممتازه ورطبه بزاف، ما كتجيش قاصحه نهائيا. غير نصيحه الوقت اللي كتخرجوها كتغطيوها مباشره. هنا بعد ما قطعتها كتقدموها مرافقه بالشاي المغربي، وكل واحد شنو كيفضل، الشاي او قهوه. هذا هو الشكل ديالها. لاحظوا كتجي اسفنجيه وخفيفه بزاف، وحتى الحشوه رائعه. كما ممكن ديروا الحشوه حسب الاختيار ديالكم، حسب اشنو عندكم، حسب اشنو كتفضلوا. ماشي ضروري نفس الحشوه هذه. ان شاء الله تجربوها باذن الله وتنال اعجابكم، ونخليكم مع الصور النهائيه. الى عجبتكم الوصفه ما تنسوش وضع لايك ومشاركته مع الاصدقاء، ونتلاقاو في وصفه جديده باذن الله. خليت لكم الراحه، في امان الله.